نفسها، وايضا تطلع يعني يكون المشوار على مستوى هذه المباراة النهائية لصالح العناصر الوطنية. فنعلم جميعا على انه كرة القدم الوطنية بتألق وفي حضور رائع. واكيد انه الحضور الذي كان للمنتخب الوطني المغربي الاول على مستوى المونديال اعطى اشعاعا واعطى صورة واعطى تعريفا مهما لكرة القدم الوطنية على المستوى العالمي. لذلك تجد كل الفرق حينما تواجه الأندية المغربية وأيضا المنتخبات المغربية تبحث من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وأيضا تحقيق ظهور قوي. الآن دخول الرسمي للطرفين على مستوى رقعة الميدان، وكما نتابع هذه التشكيلة للمنتخب الفرنسي الذي يدخل بالأسماء الآتية. بالنسبة للمنتخب الفرنسي فهنالك مشاركة لكل من ميموني رامي رقم 3، باقي اللاعبين فهنالك فانجليستا ماكسيم رقم 4. الامامي الاعتماد على اللاعب ميموني رامي لاعب اللي كيلعب القميص الفرنسي لصالح الفريق الفرنسي اللي كيظهر بانه داخل المقابله وعنده محاولات الضغط، ولكن من الجهه اليمنى محاوله الضغط هذه فرصه، امكانيه تسجيل، فرصه وامكانيه ديال الحصول على ضربه جزاء، تصويبه، هدف. كتضيع كره ديال الهدف. الكل كان كيتوقع على ان الكره في المرمى، نظرا لان بودلنا يوسف هذا اللاعب الامامي بناء العمليه الهجوميه بهذا الشكل هذا. رجعت الحكم كيتدخل الفرنسي المدرسي. كره اماميه، محاوله اماميه، نشوفوا هنا كره بالراس، فرصه داخل منطقه الجزاء، هذه محاوله مكان الخطا في اللقطه الماضيه. كره اماميه، محاوله كترجع من جديد فرنسيه، دفاع، كره تنفذ اماميه، محاوله تدخل جيد للحارس المرمى. شوفوا هنا اللقطه، شوفوا هنا الاعاده والتدخل ديالو، كانت عمليه. تلميذ وتلميذه يمثلون تقريبا 30 بلدا. زرار، كره اماميه ومباشره الى خارج اللعب المغربي واللي كان صباح. كره اماميه، محاوله، والحارس تقدير المنتخب الفرنسي المدرسي. وشوفوا هنا الكره كيفاش تلعبات، جات بها كره مغربيه في محاوله تنفذ داخل منطقه الجزاء، تمريره الحارس. لاحظوا هنا التمريرات تلعبات في الزاويه البعيده، قليل اسقاط بديل عبد الرحمن يحصل على مخالفه. كره من جديد مغربيه، محاوله. المطلوب هو انه الاستفاده اقصى ممكن من هكذا كرات. كره بالراس، عمليه هجوميه كثيره، رجعات مغربيه، الانسان بالصدر، محاوله تصويب، تصويبه ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي. ضربه عاديه للاعبين في خط الدفاع، ولكن لابد من ايجاد السبيل عن طريق اللاعب مولودي ياسين. عمليه هجوميه من الجهه اليمنى، محاوله ديال المروكي، خطا. لاحظوا هنا انطلاقه بهذا الشكل هذا من الجهه اليمنى. لاحظوا التدخل، كره ثابته تنفذ داخل منطقه الجزاء، فرصه، هدف. لا زالت مستمره، فرصه هذه مرت على مقربه من القائم الايمن للحارس. تصويبه كان بامكانها ان تكون في المرمى، فرصه لرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، تنفذ. البحث عن الرأسية في غياب متمم العملية. عناصر المنتخب الوطني المغربي المدرسي قادرين على تحقيق محاولات الخطأ. الحكم، شوفوا هنا اللقطة، شوفوا هنا العملية، دخل داخل منطقة الجزاء، بإمكانه أن يكون أفضل بالكرة الثابتة. كرة تلعب براسية، تعود مرة أخرى، صوبة، البحث عن صويبة مباشرة، كرة صويبة ولكن فوق المرمى. هجمة فرنسية من الجهة اليمنى، محاولة خطيرة، هذه محاولة خطيرة، كيجي منها هدف لأنه تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، وجا منها هدف على مضض للاعب ديبيش وائل. تمريرة كانت جانبية، مرت أمام مجموعة من اللاعبين، وجا منها هدف أول في هذه المقابلة. إذن المنتخب الفرنسي المدرسي كيتمكن من افتتاح التسجيل في المقابلة. تعود مرة أخرى فرنسية، لا تصدي ممتاز. المنتخب
الوطني المغربي المدرسي اماميه راسيه. امكانيه بناء العمليه الهجوميه بهذا الشكل. تعود مره اخرى تنفذ مباشره صوب الحارس. البحث عن المرتده الهجوميه. كره اماميه تنفذ داخل منطقه الجزاء. محاوله المغربي الان الجهه اليمنى. عمليه البناء مباشره خارج خط جانبي الملعب. بحث عن تصويب. البحث فقط عن فرصه دخول داخل منطقه الجزاء. فرصه وزاويه. زاويه في الوقت اللي جات عمليه. لاحظوا بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه. الفرص تنفذ داخل منطقه الجزاء. محاوله ممتازه خارج الخط الخلفي للملعب. المغربيه محاوله فرصه ولكن ما تمكنش من الوصول للكره ديالو. بديدي تمريره الجهه اليسرى. محاوله ديال الانطلاق من الجهه اليسرى. كره تلعب في محاوله رفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء. تمريره ولكن في غياب متمم العمليه. صار مستوى الخط الامامي. تمريره مغربيه هذه ممتازه. محاوله اختراق والدخول داخل منطقه الجزاء ولكن هنالك ابعاد للخطوط الجزاء. تنفذ هذه الكره داخل منطقه الجزاء. هذه محاوله عناصر منتخب وطني داخل منطقه الجزاء مطلوب. تمريره جانبيه. محاوله البحث عن متمم العمليه. صويبه ولكن هنالك تغطيه. الحكم كيقول ما كانش هناك شيء. فرصه مره اخرى. محاوله مغربيه. فرصه داخل منطقه الجزاء. صويبه وكيضيع الهدف مره اخرى. صويبه الثالثه الرابعه. هذه محاوله مغربيه من جديد. كانت هنا في الجوله الثانيه. لاحظوا كره داخل منطقه الجزاء. الانزال بهذا الشكل هذا. صويبه تغطيه تصدي. لاحظوا اعتقد عاديه ما فيهاش اي شيء ولو انه هو دفاع الفرنسي. كره داخل منطقه الجزاء. ابعاد الخطوره براسيه امر مطلوب. نشوفوا المنتخب الفرنسي المدرسي. كره اماميه محاوله والحارس